سكينة مغربية في ماليزيا. اخواتي، بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو كيروج دابا كتير عندنا في السوشيال ميديا، كلشي كيتكلم على سكينة مغربية في ماليزيا. علاش تزوجتي بماليزي، علاش كدتي، علاش خرجتي الموضوع، علاش فعلتي، علاش تركتي، علاش مشيتي عاد تزوجتي، على فهمتوا؟ يعني كثرت العناوين وكثرت التساؤلات. اخوات، حنا كنقدروا يوقع علينا اكثر من هذا المشكل وحنا في بلادنا. شحال من مغربيه تزوجت في بلادها ومغربي ولد بلادها، ويقدر يكون ولد خالتها، ويقدر يكون ولد عمتها، ويقدر يكون ولد عمها من اصلها، وقعوا لها مشاكل كثار من هذا الشيء. علاش غنقويو دابا القيل والقال، وعلاش هكذا وعلاش هكذا؟ هادشي جاري به العمل وهذا هو القدر فقط. الشيء الوحيد اللي خلى هاد السيده خرجت وقالت لكم، يعني حست بالحقره وحست بالغربه، هذا هو اللي خلاها هي خرجت كتشكي يعني لخوتها وخواتاتها المغاربه، لان حست بحال تحقرت في بلد غير بلدها فقط. وجيو معايا دابا وغنسمعوا الموضوع ديالنا من الاول حتى الاخر. السلام عليكم الاخوات الحبيبات المتتبعين العزاز، كنرحب بكم اخواتي العزيزات داخل الوطن وخارج الوطن، وما كنساوش اخواتنا الجزائريات الجيران ديالنا والاخوات ديالنا. اليوم اخواتي بغيت نشرح لكم مساله ديال سكينه، يعني في ماليزيا، مغربيه في ماليزيا. يعني بزاف الناس طردوها علاش خرجتي، يعني المشاكل ديالك للسوشيال ميديا، وعلاش درتي وعلاش فعلتي وانتي هادي، وانتي علاش تزوجتي بماليزي وعلاش مشيتي وعلاش. المهم كثرت التساؤلات وكثرت التعاليق سلبيه وكثرت الكلام في الفيديوهات وكثرت، يعني هادشي راه كلكم سمعتوه. اللي غنقول لكم اخواتي، ما كاينش ونتحدى شي وحده ما عندهاش مشاكل، ما كاينش كل وحده غتلقاي عندها مشاكل. اللي ما عندهاش مع الزوج ديالها عندها مع الاهل ديال الزوج ديالها، اللي ما عندهاش مع الاهل ديال الزوج ديالها يقدر يكون عندها غير مع الجيران، يقدر يكون عندها في الخدمه، يقدر حتى بيت ما كيخلى من المشاكل. تتلقاي اللوسه عندها مشكل مع زوجة الاخ ديالها، او زوجة الاخ عندها ديما مشكل مع اللوسه ديالها ما كتحملهاش. يعني هاد الشيء عندنا جاري به العمل، وخصوصا الدول العربيه. هاد الشيء راه معروف، خصوصا الدول العربيه. يعني كتلقاي ديما المشادات، ديما المشاكل، وديما كيدخلوا راسهم في المشاكل، بحال مع العروسه مع عجوزتها، او العجوزه مع عروسها، او اللوسه مع مرت خوها، او مرت الاخ كذلك مع اللويسات. المهم ولا مع اللواس. هادشي عندنا جاري به العمل. ولا كتلقاي شي وحده، كنلقاو بعض الحالات اللي كاينين هنا في الجنوب وخصوصا اكادير. كتلقاي امازيغي كيتزوج بوحده من الداخل. هو المغرب راه كله امازيغي، اللي بغى يفهم التاريخ ديال المغرب كله امازيغ. لكن شنو اللي عندنا الفرق؟ عندنا حنا الفرق في اللهجات. يعني الشمال كيهضروا بواحد اللهجه، وسط المغرب كيهضروا بديك الدارجه بزاف مدايره، يعني اللي بما يسمى الغرب. الجنوب كذلك كتلقاي عنده لهجه في شكل، والامازيغ راه كيف عرفتوا كتعرفوا اللهجات ديالهم. فهنا كيكون احتقار حنا مع بعضياتنا. غير مثلا الدار البيضاء مع مدينه اخرى، دي كتلقاي داك التنافس وداك المعيار وداك. مني ما جات كتلقاي شي لويسات او عائله الزوج، مني ما جاب خوهم او ولدهم ولا الزوجه يعني غريبه على المدينه. حنا تنهضروا مثلا غير المدن داخل البلاد، خلي الا ديتيها الا مشات البلاد بعيده، كيوليو يحتقروها، كيوليو يسميوها بشي حوايج اللي بحال بالنسبه للامازيغ يعني مصيبه عندهم. الا جاب خوهم او خالهم او عمهم جاب زوجه من الداخل كتهضر باللغه العربيه ما كتهضرش الامازيغيه، او جابها من الشمال كتكلم بالشماليه، فهنا كتلقاي مشادات. يعني المهم التنمر عندنا حنا وداك الكلام سميتو كاين حتى شي واحد ما خطاتو المشاكل. كلنا حنا
كنشوفوا دابا كثرة الأمراض بالأعصاب، طونسيون، السكر، شنو اللي كيجيب داكشي؟ كيجيبوا المشاكل. فغنرجعوا للموضوع ديالنا، واخا هاد الشيء اللي قلت لكم عا كتفسيرات. الموضوع ديالنا حنا وهو هاد الأخت سكينة اللي جات من ماليزيا، وهي مغربية الأصل، يعني مغربية في ماليزيا، اللي تفرقت مع بنياتها وخرجت وقالت إخوانها وأخواتها المغاربة وخوات عليهم قلبها. فقط هي عندها شجاعة قدرت تخرج هاد الشيء للشعب المغربي والغير العالم باش يسمعوا. ما الأغلبية عندهم مشاكل وما قدروش يخرجوهم. هما هادوك دابا اللي كيطاردوها. انت كدابه انت علاش؟ لان ما عندهمش الشجاعه، هما ما قدروش يخرجوا داكشي ديالهم للعلن. المشكل اللي بقى فيهم وهي قدرت تشجعت وقدرت تخرج داكشي اللي كاين عندها للعلن. هذا هو الفرق. انا ما تقولش لي شي وحده ما عندهاش مشاكل، وما تقولش لي شي وحده عايشه الحياه السعيده باكملها. الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. الكمال لله سبحانه وتعالى. اما حنا كلنا يا اما كنعيشوا حنا خاطئين نقدروا نضروا الاخر، يا اما كاين شي حد اللي كيضرنا في حياتنا، يا اما ما كاينش شي بيت خالي من المشاكل. الا ما شفتيهاش من زوجك، كان زوجك الله يعمرها دار، كتشوفيها من اهله، من خواتاته، من خوتو، من كذلك عاوتاني الزوجه تقدر يكون اهل زوجها الله يعمرها دار وزوجها الله يعمرها دار، لكن كتجي هي مسلطه كتحرر عليهم حياتهم، كتقلب ليهم حياتهم جحيم. وهذا الشيء كاين عندنا كثير قلت لكم. وما نضرقوش الشمس بالغربال، وما نقولوش غير هاد سكينه مغربيه في ماليزيا هي اللي عندها المشاكل وهي اللي خرجت وهي اللي. فاللي ما خرجش راه عنده مشاكل، واللي خرج راه على الاقل فرغ قلبه. وهذا اللي كاين. فقط هي فرغت وخرجت الخواتاتها اللي غيحسوا بها واللي ربما تا هما سبق لهم عندهم مشاكل، سبق لهم مجروحين، سبق لهم غيحسوا بها وغيبكيو معاها. لكن الناس الحقودين اللي هما غير كيشدوا داكشي ديالهم وكيضغطوا عليه، وكذلك ديال الناس كيجيهم في شي شكل الا خرج للعلن شوهتي درتي شوهتي المغربيات. الله يهديكم المغربيات، زعما راه حنا الملائكه، راه حنا ماشي ملائكه، حنا كنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. وهذا هو كلامي اخواتي هذا الصباح، والله يجازيكم بخير. رخفوا شويه، رخفوا نفسكم على خواتاتكم وسهلوا الامور. الله سبحانه وتعالى كيسهلها علينا. ان مع العسر يسرا. هذا الشيء اللي هي فيه غادي ربي ان شاء الله ييسر الامور وتولي المياه لمجاريها، ولا تصلح امورها مع بنياتها، ولا تجمع مع بنياتها، وغيبقى هذا الشيء غير. هذا هو كلامي هذا الصباح اخواتي، وشكرا الناس اللي سمعوا.